اذا السلطات الجزائريه كتخرج لنا بواحد الفيديو كتقول لنا باللي عزة ميمون الشخص الناجي من حادثه مقتل 3 مواطنين مغاربه كانوا قد دخلوا الى الحدود الجزائريه، يعني قرب ما سماو ديك منطقه بشار وكذا. فاليوم كيخرج فيديو جديد اللي فيه هاد الشخص هذا كيتكلم وكيقولوا باللي اعترافات خطيره كما جانا في بوابه الجزائر، اعترافات خطيره لمهرب المخدرات المغربي الموقوف من قبل الجيش الجزائري المدعو عزة ميمون. يعني بالفيديو يعني خرج انه كيتكلم كيقول باللي يعني قام بهذا العمل هذا لاجل لقمة العيش وكذا، ولكن هناك اعترافات حسب ما جاء في هذه الصحيفة في أواخر شهر جونفي منصرم، وبالتحديد في منطقة غنامة التابعة لولاية بشار على خط التماس مع الحدود ديال المغرب. تمكن الجيش الجزائري في كمين محكم من القضاء على 3 مهربين مسلحين كذا إلى آخره من جنسية مغربية، وتم إلقاء القبض على رابع إلى آخره. قال لك هذا الرابع اللي هو عزة ميمون وفي اعتراف مصور عرضه التلفزيون الجزائري كشف عن تفاصيل خطيرة وحقائق صادمة، حيث اعترف بتورطه في تهريب المخدرات من المغرب إلى الجزائر وبانتمائه إلى عصابات الإجرام والتهريب المسلحة التي تحاول إغلاق الجزائر بالسموم. ولكن في الفيديو ما قالش زعما شي حاجة بحال هكا، قال أنه من أجل لقمة العيش وكذا. كما كشف المهرب المغربي عن شبكة إجرامية تنشط على الشريط الحدودي في تهريب مخدرات من المغرب نحو الجزائر، وتحديدا باتجاه ولاية بشار، مستغلة بذلك الأوضاع الاجتماعية الهشة والمزرية التي يعيشها الشباب المغربي من فقر وتهميش من طرف النظام المغربي كذا. وفي سرده لتفاصيل عملية التهريب الخطيرة قال المدعو عزة ميمون إن جاره المسمى عزة عبد الله، يعني ده الجار ديالو ما كيجي حتى حاجة، معروف بانتمائه إلى عائلة تنشط في تجار المخدرات وحيازة السلاح، طلب منه في البداية المساعدة في تهريب أعباءات وهواتف نقالة قبل أن تتطور العملية لاحقا إلى تهريب مخدرات. كما كشف عن انضمام شخصين آخرين إلى الشبكة عند وصوله إلى مدينة بوعرفة المغربية على مقربة من الحدود مع الجزائر، وهما عزة محمد الذي ينتمي والده المتقاعد إلى حكومة، وشخص ثالث يدعى صفافة قندوسي. وبحسب اعتراف المهرب الموقوف فإن العملية تحولت بعد ذلك إلى تهريب 4 صناديق ضخمة معبأة بالمخدرات، حيث قام البارون عزة عبد الله بتسليح أفراد المجموعة. وأقر المدعو عزة ميمون بأنه قابل بحمل السلاح والمشاركة في التهريب بسبب وضعه الاجتماعي الصعب ومعاناته من الفقر وحاجته الماسة إلى المال، وهو ما يعكس حجم المعاناة التي يعيشها الشباب المغربي بسبب تهميش من قبل الحكومة. وعند وصول المجموعة إلى نقطة تماس الحدودية بمنطقة غنامة بولاية بشار، يضيف اصطدموا بعناصر الجيش الجزائري التي لا تنام، حيث قامت بتوقيفهم، غير أن 3 من الأفراد ديال الإصابة والذين لقوا حتفهم وهما محمد عزة، صرفافة قندوسي وعبد الله عزة، حاولوا مواجهة عناصر الجيش الجزائري ورفضوا الامتثال للأوامر بتسليم أنفسهم ليتم القضاء عليهم، فيما سلم المدعو عزة ميمون نفسه لعناصر الجيش الجزائري حسب اعترافاته. وختم اعترافه رسالة تحذير إلى بارونات المخدرات التي تنشط على الحدود مع الجزائر وإلى الشباب المغربي، داعيا إياهم إلى عدم الانسياق وراء شبكة التهريب مهما كانت ظروف الفقر والتهميش، مؤكدا أن المصير في هذه المسارات لا يخرج عن خيارين، إما الموت أو السجن. وفي رسالة صارمة لكل من تسول له نفسه اختراق التراب الجزائري والمساس بحرمته وأمنه، وفي إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة وعلى إثر كامل بمنطقة غنامة كذا كذا، تمكنت مفاريز مشتركة للجيش وحرس الحدود والجمارك أواخر جونفيي بالقضاء على يعني نفس الشيء والكمية عاوتاني نفسها. دابا بغيت نفهم غير واحد القضية، أولا هي مجموعة من التساؤلات يعني يقدر يطرحهم أي واحد، هو ما مصير هذا الشخص هذا اللي هو عزة ميمون
واش سيتم تسليمه إلى المغرب، واش غيبقى في الجزائر، سيحاكم في الجزائر. طبعا 90% غيتحاكم في الجزائر. فما هي التهم الموجهة إليه؟ التهريب الدولي، شنو الاتجار في البشر، شنو هو؟ كيقول لكم أنه مجرد يعني شخص عادي، يعني الظروف المعيشية لاحتو لهذا الشيء. فما هي يعني واش غيكون أحكام مخففة؟ الناس اللي كيفهموا في القانون في الجزائر، واش يعني التهم اللي غادي تكون ضد هذا الشخص هذا واش غتكون تهم قاسية كبيرة كذا، ولا غير يعني سيتم يعني أخذ بعين الاعتبار يعني الظروف ديالو كذا، وأنه يعني شخص فقير وكذا إلى آخره، وسيتم يعني الحكم عليه بأشهر أو لا أعوام قليلة، ويتم إطلاق سراحه. الناس اللي كيفهموا في القانون يكتبوا لنا. أنا ما عرفت صراحة شنو هي التهم الموجهة إليه بالتحديد، لأن اللي واضح أنهم غادي يتابعوا بها هو اللي يعني تكوين عصابة حسب ما يبدو، تهريب مخدرات، يعني تهريب دولي أو شيء من هذا القبيل، حتى هو ممكن يضيفوه. ولكن شتو يعني كيفاش كتعامل المحاكم الجزائرية مع بحال هاد النوع ديال التهم؟ يعني باش نعرفوا يعني شحال تقريبا سيتم الحكم عليه في حالة يعني مشات الأمور بطريقة عادية. اكتبوا لي في كومنتيرات. تحياتي لكم، إلى خبر قادم.